سبحان الله يا اخي على حسام حسن ده. من 4 سنين كان قاعد يحلل اداء مصر لما كان كيروش ماسك المنتخب. قال ان كيروش ما استغلش البطوله العربيه عشان يجرب اللعيبه ويختارها، وهنصبر عليه لحد افريقيا. وده بالظبط نفس اللي عمله حسام حسن. ما رضاش يلعب في بطوله العرب وقال لك انا هلعب في افريقيا على طول، وروحوا باي منتخب، المنتخب الثاني الثالث لعبوا في كاس العرب. وقال بالنص كده لازم يبقى فيه شراسه هجوميه، وان منتخب مصر ده منتخب هجومي مش منتخب بيدافع. الكلام ده قاله حسام حسن من 4 سنين، وكان بينتقد فيه كارلوس كيروش، وكمان كان بيتهم كيروش انه ظلم لعيبه كتير وما خدهاش معاه المنتخب. كيروش لعب مع منتخب مصر 20 مباراه، فاز في 13 وتعادل في 6 واتغلب في مباراه واحده، وبعدين اقلوه عشان خسر مباراه واحده. خلي بالكوا كيروش قضى مع المنتخب 8 شهور بالعدد، طلع لعيبه كتير ما كانتش بتلعب في المنتخب وهو جابها من الانديه، زي امام عاشور مثلا، عمر مرموش كان بيلعب وقتها في شتوتجارت الالماني، محمد عبد المنعم كمان كان معار من الاهلي لفيوتشر، وعمر كمال واحمد رفعت، كمان هو اللي جاب مهند لاشين من طلائع الجيش ومعاه مروان حمدي، وقدر يوصل بالمنتخب لنهائي كاس الافريقيه. بس للاسف التوفيق ما كانش معانا، وفي الوقت ده كنا تصنيف تاني بسبب الكابتن حسام البدري. كابتن حسام حسن تعالى قول لي بقى، انت اكتشفت مين من اللعيبه الجداد وخدته معاه؟ الوحيد اللي اول مره ينضم للمنتخب الكبير كان مصطفى شوبير، وده الحارس الاحتياطي بتاع الاهلي. ونسيت اقول لكم كمان انه شريكه في الاعلام بتاع التلفزيون. كابتن حسام حسن انت انتقدت كيروش كتير قوي عشان ما بيلعبش كره هجوميه، انت لعبت ايه بقى؟ ده احنا حطمنا رقم قياسي قدام السنغال كاول فريق ما يشوطش ولا شوطه على المنتخب اللي بيلعبه بعد 65 دقيقه، ما رحناش على الجول لمده 65 دقيقه. ده رقم قياسي اتسجل باسم مصر. اول شوطه المنتخب بتاعنا كانت بعد 90، كانت بلس 90 اول شوطه المنتخب، وانت بره ما كنتش ماسك المنتخب، كنت عمال تتريق وتنتقد. ودلوقتي لما مسكت المنتخب قلت هي دي القماشه اللي موجوده، وطالع في المؤتمر بعد الماتش تقول اصلهم مش عايزين يخلونا نكسب، اصلهم مش عارف ايه، اصلهم مش عارف ايه. انت قدمت ايه في الماتش اصلا عشان تتكلم كده؟ قدمت ايه؟ قول لي.